تفتكر العدالة ممكن تكون بس قانون بيتكتب ولا ممكن تكون إلهة بتتعابد؟ في مصر القديمة العدالة ما كانتش حاجة مجردة ولا مبدأ نظري، كانت إلهة واسمها ماعت. وكل اللي هنحكيه دلوقتي من وجهة نظر المصري القديم، من إيمانه وحكاياته ومعتقداته اللي عاش بيها آلاف السنين. ماعت في نظر المصري القديم كانت بنت الإله رع، إله الشمس. كانت إلهة الحق والعدل والنظام والتوازن والصدق. رمزها ريشة، مش أي ريشة، دي كانت ريشة النعام، رمز الخفة والاتزان. ماعت بالنسبة له كانت أكتر من مجرد فكرة، هي القوة اللي بتحكم الكون، اللي بتخلي الشمس تطلع كل يوم والنيل يجري والناس تعيش في أمان. في بداية كل حكم كان الملك بيقدم ماعت للإله، مش بيقدم ذهب ولا جيش، لكن بيقدم رمز العدالة، كأنه بيقول أنا جاي أحكم بالعدل بالنظام بالقانون. لأن في عين المصري القديم الحاكم الحقيقي لازم يكون خادم للعدالة، يعني خادم لماعت. بس ماعت ما كانتش بس في الدنيا، كانت أهم كمان في الآخرة. لما الإنسان يموت كان بيدخل قاعة اسمها قاعة الحق أو قاعة ماعت، وهناك قلبه بيتوزن في ميزان قدام ريشة ماعت. الريشة على كفة والقلب على كفة. لو القلب طلع أخف من الريشة الإنسان يبقى عاش بعدل ويكمل رحلته في الجنة. ولو القلب تقيل مليان ذنوب يقوم وحش اسمه قامت، نصف تمساح ونصف أسد، وياكل قلبه وينتهي للأبد. لأن بالنسبة للمصري القديم دي كانت العدالة الإلهية الكاملة. وقبل قلبه ما يتوزن كان لازم يقول 42 اعتراف، كل واحد منهم بيخاطب إله مختلف. أيوة، 42 إله، لأن الكون كله بالنسبة له قائم على التوازن والحق. بيقول مثلا لم أقتل، لم أسرق، لم أخن، لم أظلم الضعيف، لم أكذب في المحكمة، لم أدنس النهر، ولم أستهن بالخبز. كل سطر كان وعد وكان محاسبة. وده معناه ان المصري القديم كان شايف ان العدالة مش بس في الأفعال الكبيرة، لكن في كل تفصيلة، من احترام الخبز لنظافة النهر. في محاكم مصر القديمة ما كانش القاضي اسمه قاضي بس، كان بيلقب بكاهن ماعت، يعني بيحكم باسم العدالة، باسم الإلهة، مش بمزاجه. وكان في قوانين شفوية وأحيانا مكتوبة، لكن المعيار الحقيقي كان هل القرار بيتفق مع ماعت، يعني في عدل وتوازن وإنصاف. وكل موظف وكل كاتب وكل مسؤول في الدولة كان لازم يلتزم بماعت، لأن الخروج عن ماعت بيساوي تهديد لاستقرار الكون كله. المصري القديم ما كانش بيشوف العدل مسألة قانونية بس، كان شايفه دين وواجب وطريق للجنة. كان شايف ان الكون ما بيمشيش الا لو الناس ماشية بماعت، وان كل ظلم كل كذبة كل انانية بتكسر التوازن ده. وكان مؤمن ان حتى بعد الاف السنين الريشة لسه بتتوزن، وكل واحد فينا قلبه بيتوزن كمان. ماعت كانت اكتر من الهة، كانت مبدأ، كانت ضمير أمة كاملة. وفي زمن كانت الكلمة ميزان كان الظلم خطية والعدل عبادة. دلوقتي لو رجعت ماعت تفتكر احنا مستعدين نحط قلوبنا على الميزان؟ في حضن المعابد وبين صلوات الكهنة كان في سر كبير اسمه كهنة ماعت، ناس مش بس بيخدموا العدالة، دول بيحركوا مفاتيح السلطة وبيختاروا مين يقعد على العرش ومين يمحى من التاريخ. في الحلقة الجاية من قوانين الفراعنة هنفتح أخطر ملف، كهنة العدالة وسر المحاكمات المقدسة.